من يوم ما عملت لهم طريقه اللحمه دي وهم ما بطلوهاش، كل يوم عاوزين منها. جبت بصلتين وقطعتهم جوانح رفيعه، وطماطمتين وجزرتين وفصين من الثوم وشويه من الخضار، وعليهم شويه من التوابل، فلفل اسود وكمون وزعتر ومكعب من الماجي وشويه 7 بهارات وشعره من جوز الطيب، وتبلتهم في بعض كده، قلبتهم كله في بعض. ورقتين من اللورة، واي نوع تابل مش ما بتحبوش ما تحطوهوش. معلقه من الصويا صوص او العسل الاسود، ومعلقه من الصلصه وشويه من الفلفل الالوان. كل تتبيله الخضار دي يعني حاجه كده عظمه زي الفل. حته بقى كده من البفتيك، صينيه لحمه مشويه بفتيك اللي انت عاوزين، سموسه احيانا بتبقى اسمها انتركوت، وساعات بتبقى اسمها، بصوا مش عارفه بصراحه اسمها او، بس هي بتبقى عرق، وساعات بتبقى العرق وحاجات كتير كده. المهم ان هي بتبقى حتة لحمة مخصصة للتتبيلة دي، لانها بتكون ناعمة وكويسة. عاوزة اقول لكم ان اللحمة دي قعدت ساعة في التتبيلة، استوت في حوالي نص ساعة بالظبط. بس كانت حتة لحمة زي الفل. وانا سويتها على البوتاجاز كمان مش في الفرن، حطيت لها للامانة حوالي كوباية الا ربع من المية السخنة، استوت فيها وبقت زي الفل. بجد من يوم ما جربتها وهي عجبتني جدا جدا. كنت عاملاها في عزومه وعجبت جوزي جدا، وعجبت الحمد لله يا رب الضيوف اللي كانت موجوده. عاوزه اقول لكم ان بعد ما استوت عملت لها حته فحمايه، وحطيتها كده على النار وطشيتها بحته سمنه، وكانت ريحتها وطعمها زي الفل. ممكن تبيتها في التتبيل. وعاوزه اقول لكم قناتي على اليوتيوب اسمها باسم ريمي البداوي. خشوا شوفوا العزومه كلها، كانت عزومه كلها من كام صنف وكام نوع. خشوا شوفوا رأي جوزي لو عجبكم قناتي وعجبكم فيديوهاتي، اشتركوا في قناتي، وطبعا ده شرف ليا. طبعا انا سويتها على البوتاجاز اختصار للوقت يعني، بس مش اكتر من كده. عايزه ترميها في الفرن تحطها في الفرن، حطيها اللي انت عاوزاه. كده بقى بعد ما خلصت خالص وزعتها في الاطباق، وده كان المنظر. ربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.